الحريق اندلع عند الساعة 9 صباحا، والنيران الناجمة عن انفجار قنينة غاز احتجزت 5 أشخاص من أسرة واحدة داخل مرآب تم تحويله إلى مكان للتجارة والسكنى منذ سنين. أبو الأسرة المكلوم يتحدث عن الفاجعة. في الدار الديرية خليتها سيرة كطالع تقرا، ولد خويا كيقلب في البيسي، والدري الاخر باقي مسند الفوق. المراه خرجت تقدى شي حاجه ورجعت، خليتها باغا زعما طيب الغدا بكري، باغا تمشي لعند بنتها. درت انا عاد ولد عمي بغيت نشوفهم، اللي جيت نصيب العافيه شاده. نيران واجهها أبناء درب خالد بمنطقة سباتة لمدة ساعتين، عندما تأخر بحسبهم قدوم عناصر الوقاية المدنية إلى عين المكان، والنتيجة موت 5 أشخاص احتراقا. احنا كنعيطوا، جاوبني واحد منهم قال لي حق درب خالد راه مشاو لي مني جايين بلا ما كاينش الماء، ما كاين حتى واحد. الدراري داخلين ديال الحي هما اللي غامروا ودخلوا. المواطن هو اللي دار كل شيء. حنا جبنا السلالم ديالنا، دخلنا للعافيه، ريسكلنا بحياتنا، كل شيء درناه. مثل هذه الفاجعة تطرح سؤالا عريضا: أين كان المسؤولون عندما تحول مرآب إلى محل تجارة وسكن لمدة فاقت 30 عاما؟ وكيف السبيل إلى استبعاد كل الأخطار عن المناطق المخصصة للسكن حتى لا تتكرر مثل هذه المآسي؟